تخيلوا حكم عليها بمبلغ 800 ألف ريال سعودي. الدكتورة رانيا أحمد علي هي ممرضة سودانية تعمل في مستشفى بمدينة تبوك في المملكة العربية السعودية. في أغسطس 2025 تعرضت لحكم قضائي يلزمها بدفع غرامة قدرها 800 ألف ريال سعودي كتعويض لأسرة طفل توفي بسبب خطأ طبي وقع في قسم الحضانة المركزة للأطفال بالمستشفى الذي تعمل به. هذا الحكم كان يهدد مستقبلها المهني وحريتها الشخصية، مما دفع الجالية السودانية في السعودية وخارجها إلى إطلاق حملة تضامنية عبر منصات التواصل الاجتماعي. تمكنوا من جمع المبلغ المطلوب في أقل من 12 ساعة، مما أتاح إغلاق الملف نهائيا وإنهاء معاناة الممرضة. هذه الحملة أظهرت روح التكافل الاجتماعي بين أبناء الجالية السودانية، حيث شارك فيها أفراد من مختلف الجنسيات، مما جعلها نموذجا للتضامن الإنساني.